بسم الله الرحمن الرحيم. درسنا اليوم عن قسمة الكسور. أولا سنتعلم قسمة عدد صحيح على كسر. مثال: قسمت 4 أرغفة كاملة إلى أنصاف لعمل سندويتشات لأطفالها. كم شطيرة تستطيع الأم تكوينها؟ لدينا الآن قبل عملية التقسيم لدينا 4 أرغفة كاملة. تريد الأم أن تقسمها إلى أنصاف الآن لدينا هان القسم الأول أو الجزء الأول قسمناه إلى نصفين، والآخر والجزء الرابع. طبعا تكون لدينا 8 أنصاف، أي نريد أن نعرف كم نصفا موجود في 4 صحيح، أو عدد الأنصاف الموجودة في 4 صحيح. يكون الناتج 4 تقسيم نصف. 4 تقسيم نصف تعني كم نصفا في 4، ويساوي 4 ضرب. نقوم بتحويل عملية القسمة إلى عملية ضرب، ونقوم بقلب الكسر الآخر. 1 من 2 يكتب 2 من 1 كما هو ظاهر هنا، فتصبح العملية سهلة. نقوم بضرب العدد الصحيح كما تعلمنا في الدرس السابق في بسط الكسر، 4 ضرب 2 8 على، ونحتفظ بمقام الكسر الآخر على 1 ويساوي 8. إذا لدينا 8 أنصاف في 4 كما هو موضح في الرسم. عند قسمة عدد صحيح على كسر أضرب العدد الصحيح في مقلوب الكسر. هذه هي القاعدة العامة لعملية القسمة. الآن قسمة كسر على كسر آخر. عند قسمة كسر على كسر آخر أضرب الكسر الأول في مقلوب الكسر الثاني كما وضحنا في المثال السابق. مثال: لو أردنا قسمة نصف تقسيم ربع يساوي نص. نحتفظ بالكسر الأول كما هو، نحول عملية القسمة إلى عملية ضرب، ونقوم بقلب الكسر الآخر. 1 من 4 يكتب 4 من 1. أصبحت العملية سهلة. نضرب البسط في البسط، 1 ضرب 4 4، والمقام في المقام 2 ضرب 1 ويساوي 2، ويصبح الناتج 4 على 2 ويساوي قديش؟ 2. نصف تقسيم ربع تعني كم ربعا يوجد في النصف. لدينا الآن العدد الصحيح، الواحد الصحيح كامل. نريد أن نعرف كم ربعا في النصف. الآن هذا النصف، الجزء السفلي نصف، نقسم الشكل كاملا إلى أرباع كما هو موضح في الرسم الثالث، إلى أرباع. لدينا في النصف، هاي النصف الموجود عندنا ربع ربعان، إذن يوجد ربعان في النصف. الآن سنتعرف على قسمة كسر على عدد صحيح. مثال: لو أردنا قسمة ثلث تقسيم 4، نفس العملية يساوي ثلث تقسيم 4. يمكن كتابتها على صورة 4 على 1 ويساوي ثلث ضرب. حولنا عملية القسمة إلى ضرب، وبما أن حولنا القسمة إلى ضرب نقوم بقلب كسر آخر. 4 من 1 يكتب 1 من 4، والعملية تصبح سهلة. البسط في البسط، 1 ضرب 1 1، و3 ضرب 4 يساوي 12 ويساوي 1 من 12. التمثيل الهندسي: ثلث تقسيم ربع. نريد أن نقسم الثلث إلى 4 أقسام متساوية ونرى قيمة كل قسم. الآن لدينا الشكل الذي يمثل واحد صحيح. الآن لدينا الثلث كما هو موضح، ثلث الشكل. نريد أن نقسمه إلى 4 أقسام. هذا تم تقسيمه إلى 4 أقسام، ونأخذ قسم واحد من 4 أقسام. هذا قسم واحد يصبح الناتج 1 من 12. 1 جزء من 12 جزء متساوي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.